لما نقول في نوع رابع من أنواع التوحيد يلزم أن يكون في نوع رابع من أنواع الشرك. واضح؟ فإذا اعتقد الإنسان أن مجرد عدم التحاكم لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم من باب التوحيد الواجب لله عز وجل، يلزم من هذا أن من تحاكم لغير الله يكون مشركا، لأنه قد أخل بنوع من أنواع التوحيد. خطورة المسألة إيش؟ هنا احنا نقول لا، نقول هذا الباب وهو باب الأفعال، مثلا ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الزكاة، قد يكون كفرا وشركا مخرجا من الملة، وقد يكون دون ذلك. واضح؟ فلما تجعل أنت قسيم للربوبية وقسيم للألوهية وقسيم للأسماء والصفات ونوع رابع من أنواع التوحيد، يلزم أن تاركه واضح. وهذا الذي يريدون. إذا نظر الإنسان واستقرأ مناهجهم ونظر في أقوالهم ومذاهبهم، أقول يرى أنهم يقصدون من ذلك إيش؟ وإن زعموا أنهم لا يقصدون، لأن المقاصد تتبين بإيش؟ احنا ما نقول نحن شققنا عن قلوبهم، لا، ولكن نحن سبرنا مناهجهم ونظرنا في عموم مناهجهم فوجدناهم يركزون تركيزا عظيما على مسألة إيش؟ الحاكمية وكفر إيش؟ الحكام، ومن ثم كفر من يتحاكم إلى هؤلاء الحكام. هذا الذي يريدون. الذين يتحاكمون إلى القوانين الوضعية جعلوا لله أندادا. لا ينبغي أن تقفوا في فهم الأنداد عند شعائر العبادة، في توحيد الطاعة وتوحيد الطاعة والمتابعة. من اتخذ حاكما غير شرع الله اتخذه ندا، ربا من دون الله، اتخذوه أربابا من دون الله كالأحبار والرهبان تماما مثلهم، لا فرق بينهم، لا فرق بين رجال القوانين اليوم وبين الرهبان والأحبار بمعنى واحد، كلهم اتخذوا أربابا من دون الله تعالى وكلهم أنداد. وتفسير الأنداد دائما بمن يدعون ويستغاث بهم من دون الله وإهمال الجانب الدستوري هذا خطأ، بل في هذا الوقت يجب التركيز على هذا الجانب الدستوري، لأن الإسلام ترك، لأن القرآن ترك وهجر، وإنما يقرأ في المناسبات، لا تؤخذ منه العقيدة ولا تؤخذ منه الأحكام ولا يتحاكم إلى شرعه. كل هذا من باب اتخاذ أندادا من دون الله تعالى. ومن حارب شرع الله أن حارب المحاكم الشرعية، توجد في بعض البلدان محكمة شرعية هزيلة ومحكمة قانونية ضخمة محترمة. من حارب المحاكم الشرعية بأن جعل المراجع والدعايات للمحاكم القانونية لتنافس المحاكم الشرعية وتغالب، هذا محارب لله وشرعه كافر كفرا بواحا. لو سألت عضوا في البرلمان هل برلمانكم هذا سلطة تشريعية أو سلطة تنفيذية، ماذا يكون الجواب؟ سلطة تشريعية تشرع، أي سلطة تشارك الله في التشريع وتنافس الله في التشريع. وهل يجوز لمسلم أن يسمي نفسه أنه مشرع؟ يسمون الأعضاء الآن العضو التشريعي، عضو في اللجنة التشريعية. ماذا تشرع؟ أما نكتفي بشريعة الله؟ شريعة الله موجودة في الكتاب أنزلها كاملة. إذا شرعنا تشريعا مخالفا لشريعة الله معنى ذلك لم نرضى بشريعة الله. إذن تلك المجالس مجالس يكفر بها بكتاب، يكفر فيها بكتاب الله ويستهزأ بكتاب الله. لا يجوز لمسلم يرحم إيمانه أن يشترك في البرلمان اليوم. الدين الإسلامي بعقيدته وشريعته هو الذي يصلح المجتمع، لأنه يقضي على الشرك بنوعين كما تقدم. الإسلام إذا طبق قضى على الشرك في الحاكمية وعلى الشرك في شعائر العبادة، ووحد الحاكمية لله ثم جرد المتابعة لرسول الله. هذا هو الإصلاح، هكذا يستصلح المجتمع.